جبنا حقك يا استاذه صوفيا او سنوريتا صوفيا. كان يعني حته دين لقاء، يعني لما خسرنا في الانويتا 1-0 كان طبعا الماتش ده كان يعتبر بفعل فاعل من الحكم جراندي في الفار. وكان ساعتها ليج ليفاندوفسكي كانت 50 وقد كده ملهلطه كده، وكان معاه بريز ايوزي بتاع ليستر سيتي. لما الكره اتحسبت يعني اوف سايد وهي اصلا جول، وكان فيها شك كبير جدا. بعديها طبعا يعني جابوا الجون الحاسم، ساعتها كان 1-0، وجماهير ريال سوسيداد هيصت وفرحت. وطبعا في وسط الصوره الايقونيه في هذا السيزون وهي بتاعت الاستاذه صوفيا، وهي يا عيني واقفه وجماهير ريال سوسيداد يعني بتغني وبترقص. ولكن برشلونه يجيب حق صوفيا النهارده بالفوره، كانت من 4، ولكن هي الفوره مع صوفيا. واحنا جبنا حق صوفيا وجبنا حق الماتش الاولاني اللي هو كنا المفروض نكسب الماتش ده لولا تدخل الحكام، ولكن خلاص اللي راح. برشلونه يفوز على ريال سوسيداد برباعيه وتصدر الدوري الاسباني، لان امبارح ريال مدريد ادانا الحلويات في رمضان بعد الفطار وخسر من ريال بيتيس 2-1. للاسف الشديد ما عملناش فيديو عن الماتش ده، يعني كان طبعا كنتم طيبين، صلاه بقى عشاء وتراويح، لكن او يعني اتفرجت على الماتش ده اعتقد من ساعه ما اندريك نزل مكان امبابي، ولكن يعني ريال مدريد ما كانش يعني بيعمل اي حاجه وخالص، كان زي الزفت وزي الطين. حاجه كويسه جدا، وده يعني بيقدموا الضحك كارلو بانتلوتي مع ريال مدريد. ولكن النهارده برشلونه يفوز ويمتع، والامتاع كان من يميل يامال النهارده، او اليميل جمال يعني يا جدعان. لا 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 لا، اسطى يعني لما بيلعب بانتاجيه بيعمل كل حاجه 100 100. وصل لك الفيديو يا معلم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ويلا نبدا. طبعا اللي فاجئني في الماتش جيرارد مارتن، ويجيب الجون الاولاني ويحرز الهدف الاولاني له في تاريخه مع نادي برشلونه. هو كان حرفيا النقطه الضعيفه، لو انت بتتفرج على الماتش او اتفرجت على تشكيله هانز فليك، هو النقطه الضعيفه فعلا في التشكيله، لان طبعا هو بالدي احسن من جيرارد مارتن مهما كان ان بالدي حتى مستواه، لو حتى مستواه سيء، بس يعني بالدي اكيد احسن من جيرارد مارتن. ولكن جيرارد مارتن النهارده يكسفنا ويعمل ماتش كويس جدا. ولكن اهم حاجه ان الماتش ده ان برشلونه يعني تخدم عليه جدا بعد طرد المدافع اليسو توندو خد طرد، يعني الكره بتاعت داني اولمو، وطبعا هي طرد يعني فيهاش اي مشكله. ولكن ريال سوسيداد بدا الماتش، يعني هو جاب جول طبعا اوف سايد من ناحيه كوندي، والحكم رجع للفار، وكره يعني فيهاش شك يعني ما احنا نشوفها بعينينا. ولكن انت قبل الطرد ريال سوسيداد كان هو اللي مبادئ الماتش احسن، ريال سوسيداد هو المتسيد على الماتش، هو اللي كان عنده افضليه شويه من ناحيه ان نادي برشلونه داخل الماتش ده برضه في المنتشر تحت الدوري. برشلونه بيخوفك، ما بيبداش بالايه بالرعب الهجومي الشرس من اللعيبه. بس يعني ريال سوسيداد من الناحيه الثانيه لا، هو يعني على قد ما قبل الطرد كان كويس، كان مخوف برشلونه، الماتش كان صعب جدا، ولكن بعد الطرد الدنيا احلوت وبقت جميله جدا، حلويات رمضان. هانز فليك بعد الطرد هو قال لهم افشخوا ريال سوسيداد. وفعلا ان الجول الاولاني بتاع جيرارد مارتن، انت قبل الجول يعني ايه يا لامين يا جمال، ايه يا لامين يا جمال، يا حلاوتك يا جمالك يا اغلى من عينيا، ياخد يمين وياخد شمال ويفرش ويديها لداني اولمو. داني اولمو انا قلت ان هو هيشوطها، يعني هي الكوره واضحه ان هي جات لك يا معلم، ان انت تستنى وتلاقي جيرارد مارتن طالع كده فبتديها له، فجيرارد مارتن يحطها. الجون الاولاني الجون حلو قوي قوي قوي، احلى جون في الاربع تجوان اللي جم، يعني هو جون جامد جدا فاجر. الثلاث تجوان التانيين كانوا كلهم مترشمين، جون كلهم يعني عارف، وهي قدام الجول اوبا جوه بقى توماس مولر بقى بالانجهام، عارف انت دي حاجه مش هتعبهم يعني، بس دي الاجوان اللي هي ايه صباح الفل بقى بايلك والكلام ده كله، بس يعني مش مشكله، المهم نكسب وخلاص. كوره احسن، الدنيا ماشيه معانا. طبعا هانز فليك عايز يكسب الماتش ده باقل الخسائر، عشان طبعا احنا قدامنا بنفيكا وربنا يستر، عشان ماتش بنفيكا ده انا يعني يا جماعه عايز اتكلم على ليفاندوفسكي شويه بعد اذنكم، وعشان انا فعلا كل مره الراجل ده بيتعبني نفسيا. انا هتكلم على كوبر سنه وارقامه والكلام ده كله، ولكن يعني حاليا انا تعبان لان احنا في مطوشه معينه. ليفاندوفسكي لو ما حسمش الكره وكورتيني بيجي له قدام الجول يا جدعان، دي كان بيخدموا عليه النهارده ايه، دي كان في شفقه النهارده. الكره بتيجي قدام الجول، اللعيبه بتدي له الكره قدام الجول يا جدعان. لا يا جدعان، لا 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 لا, لا. يعني جيب جول خلاص يا ليفاندوفسكي بقى، ما تخنقناش يا عم ليفاندوفسكي بقى، خنقتنا بجد يعني. طبعا الجول الاولاني جه، فيعني الدنيا ظبطت معانا، برشلونه يعني ايه زي الفل. ولكن انا داني اولمو
حتى لو لعب ماتش جامد وخد مان اوف ذا ماتش. انا بالنسبه لي داني اولمو هو لعيب تبديل او لعيب بديل كويس جدا، صب يعني سوبر صب. هو انا ما قلت في الفيديو اللي فات قبل كده في الماتش الكاس بتاع برشلونه اللي فات ده بتاع اتلتيكو مدريد، قلت ان داني اولمو خطورته كلها مع برشلونه السيزون ده هو في التبديل، لعيب بديل جامد جدا. ولكن الماتش ده لعب ماتش كويس جدا زيه زي الماتش بتاع بلد الوليد، يعني ما فرقش حاجه عن الاثنين، هو كويس جدا، ولكن بحس انه بيضيف اكتر من هو بيلعب اساسي. ولكن انا عن داني اولمو لو اتكلمنا عنه، داني اولمو عنده ميزه جدا اللي هو لما بياخد الكوره وعنده الحل ما بعد كده. يعني الكرة تجيله من هنا، انا عارف الخطوه الجايه ايه اللي هيحصل فيها، لان الجول بتاع جيرارد مارتن اللي يعني الجول الاولاني بتاع برشلونه ده، داني اول ما خد الكوره هو اي لاعب طبيعي ممكن يعمل ايه؟ يشوطها، يرجعها لورا، يباصي للي جنبه. ولكن هو خد احسن قرار، او يعني كرييتيف قوي في القرار اللي خده ده، ان الكره يلعبها تشبايه او رفعه كده جميله لجيرارد مارتن فيدخل بيها يجيب الجون الاولاني. بس يعني هو لعيب كرييتيف لبعد كده ياخد الكره وهو عارف يعمل بيها ايه. يعني الكره بتاعت لاس بالماس الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو بتاع الدوري، او اللي فات طبعا بتاع الدوري ده، لما خد الكره كده بكعبه، يا جدعان لا هو لعيب جامد، هو لعيب جامد جدا بامانه. بس هو كتر اصاباته وهو محتاج بدني ايه جامد جدا. بس انا لحد دلوقتي مقتنع وعندي اقتناع ان هو لعيب تبديل قوي جدا جدا، ولكن هو عنده الخطمه بعد كده عن لعيبه برشلونه كلها بامانه. داني اولمو اللعيب اللي هو تديله الكره من هنا هيعمل لك حاجه تانية كرييتيف عن اي لاعب، اللي هو في حاجه تانية، هو مسابق بخطوه. ده المثال يعني الادق لداني اولمو. بعديها برشلونه يجيب الجول الثاني برضه يعني داني اولمو يشوطها تيجي في كاسادو، هي كره عايزانا النهارده، كره عايزانا جدا جدا. كل الجول بتاع كاسادو ده يعني داني اولمو يشوطها هي بنسبه يعني 60% طلع بره، كاسادو خلاها شكلها حلو جدا جدا، يجيب جول الايه الثاني والجول الاولاني لكاسادو برضه، ويبص الشعار هو جيرارد مارتن مع كوبارسي ولادنا بقى يا جماعه بتوع اللمسيه الحلوين دول. فالجول الثاني يجي الشوط الاولاني يخلص كده حلو قوي. ولكن الطرد هو السبب الرئيسي ان برشلونه يجيب الاجوان دي كلها مع الحظ الكبير، وفعلا كان فيه توفيق عالي جدا في الاجوان دي. الشوط الثاني بقى ابتدى، هو ريال سوسيداد خلاص بقى هو منهزم اصلا، لانه اصلا الماتش بتاع الكاس بتاع ريال مدريد اللي كان في انويتا الماتش اللي فات اللي خسروه 1-0 ده، هو الفكره ان كان في كوبو وكان في اوريزابال، هما الاثنين ضيعوا الماتش اللي فات بتاع ريال مدريد في الكاس، ما لعبوش النهارده. كنت مستغرب جدا ان هما ما لعبوش النهارده، لان هما دول اللي بيعملوا فوارق مع ريال سوسيداد مع زوباميندي في نص الملعب. انا ما اعرفش دي الهوجه والهيصه دي كلها على زوباميندي، ولعب كويس خلي بالكم. يعني هو يعني زوباميندي راح فرقه تانية اكبر، اعتقد ان ارسنال بيتكلم عنه، واعتقد ان برشلونه اتكلم عنه قبل كده، واعتقد ان ليفربول كمان بيتكلم عنه. بس يعني هو لعيب كويس بس انا في الماتشين الكبار يعني عادي، او يمكن برضو يعني وجهة نظري او غلط فيه، او يمكن انا شفت حاجه غلط، بس يعني مع فرقه تانية كويسه وكبيره هيظهر. لان انا برضو شفت في اليورو، افتكرت كده لما شفت اليورو لما نزل مكان رودري في النهائي، هو انا ما حسيتش بغياب رودري الصراحه، بس هو في النادي ما انا مش عارف، يمكن برضو ظروف الماتش وبتاع الله اعلم يعني. بس انا في الماتشين بتوع ريال وبتوع برشلونه دول ما شفتش الواو قوي من زوباميندي، يعني وجهه نظر برضو ممكن لما يروح فرقه تانية يبقى احسن. يعني كده كده الشوط الثاني ريال سوسيداد كده كده بعد، حتى هو اخطر حاجه عملها في الماتش هو الجون اللي اتلغى، وبرشلونه هو نفس الشوط الاولاني نزل ضاغط، احنا داخلين هنفشخ اي حد حرفيا. الجون طبعا بتاع اروخو برضه سبحان الله، برضه كده عايزانا تترفع كوندي يلعبها جون يصدها، ولا اروخو يلعبها جون يصدها تيجي الاروخو قدام الجول. فطبعا الفار تشيك كوندي كان معاه اعتقد في نفس الخط لسه مع المدافعين يعني يجيب الجون الثالث. بعديها طبعا بدري الفنان، بدري يا جدعان احنا لو يعني حتى لو لعب الماتش ده كان قليل فيه، ولكن بدري هو بدري الرسام شاط كوره، يا لهوي على العارضه، يا جمالها يا جمالها، ويا زعلت. هو طلع في الدقيقه كده 58 فاهم بيشرح الكوره جت في العارضه بطريقه وحشه قوي يا جدعان، حرام جون يعني كان يبقى جون حلو قوي قوي من بدري، اللي هو فعلا السيزون ده هو احسن واحد فعلا في يعني كمستوى يعني ثابت. بدري في برشلونه يا جدعان، بدري برشلونه حاليا بجد يعني. بعد الجول الثالث بقى فليك قال لك بقى ايه، لا بصوا بقى احنا هنطلع بدري ونطلع رافينيا ونطلع كوبارس عشان ورانا ليله في الشامبيونز ليج، وهتبقى يعني قصه ايه حزينه مع المهاجمين بتوع برشلونه. لان انا فعلا وانا دلوقتي بعمل الفيديو قدامكم في سيناريوهات بتاع الماتش 5-4 اللي كان في الشامبيونز ليج ده بتاع رافينيا اللي جابه في اخر دقيقه ده. بس انا قلقان، هكلمكم على ليفاندوفسكي لان انا تعبان جدا.
بعديها برضو برشلونه يعني جاب الجون الرابع اللي هو كان برضو على ليفاندوفسكي، بس يعني هي الكره برضو عايزانا اروح يشوطها اي كلام، تيجي في رجل ليفاندوفسكي يجيب فيها الجون الرابع. هو الجون 21 في السيزون ده، والجون ال 36 اعتقد او ال 35 ايه السيزون ده كله. يعني ليفاندوفسكي جايب 35 جول، يعني انت متخيل، او 36 جول. ده اعلى نسبه مع برشلونه يعني في 3 سنين، ده احسن معدل تهديفي له مع برشلونه، فدي حاجه كويسه جدا. ولكن الارقام مش كل حاجه. هو الماتش خلص خلاص 4-0، الدنيا جميله، تصدرنا حلوه قوي، عملنا التغييرات الجميله، ريحنا اللعيبه المهمه عشان المدعكه ايه الجايه. نتكلم على ليفاندوفسكي شويه. انتوا عارفين ان انا ما بحبش ليفاندوفسكي، او يعني ايه بلاش كلمه ما بحبوش دي. انا في المطوشه الكبيره ليفاندوفسكي بيتعبني ذهنيا، وده من ايام بايرن ميونخ حتى، مهما كان هو البومبر والكلام ده كله. ولكن انا الماتش النهارده يا معلم في كره اترفعت من كوندي، ليفاندوفسكي بيعملها بالهيد، لا يا ليفاندوفسكي دي لا دي مش لاعب، يعني لعيب مجهد وعنده 37 سنه. لو عندك 77 سنه ليفاندوفسكي هتجيبها، او على الاقل يا معلم هتركبها صح. الكره اترفعت يا جدعان بطريقه حلوه جدا من كوندي، ليفاندوفسكي بيحطها كده يا جدعان. الجول كبير، الجول كبير، يعني المساحه كبيره قوي قدامك، يا اما تجيبها يمين يا شمال يا فوق يا تحت، يا تعملها يعني بالحته دي كده. لما انت عملتها بالحته دي يا ليفاندوفسكي يعني طلعت كده، لا ده يا جدعان. وكنت بقول لك ان في شفقه من اللعيبه انها تديله الكره قدام الجول، ليفاندوفسكي بيتصرف معاها غلط، هو ذهنيا وبدنيا مش قادر. انا بحس ليفاندوفسكي عامل زي اللي هم الناس اللي هو يعني مش تريقه والله، بس هو فعلا عامل زي الناس اللي هم بتوع ايه، عارف انت بتوع التريلا، جاب مكنه وجاب زيت وجاب كل حاجه، العوامه اتفشخت معاه، عايز يجيب الاولاني مش قادر، التروس مش جايبه معاه، مش قادر. ليفاندوفسكي مش قادر. هل ده يعيب ليفاندوفسكي؟ لا، هو ده طبعا يعيب الاداره ان هي ما جابتش مهاجم صغير، او احنا ما عندناش في برشلونه مهاجم في لمسيه بيخلص. لا طبعا، انا بقول لك ان انت حتى دلوقتي اتعاطفت مع ليفاندوفسكي يا عم، ارقام ماشي جامده، بس ارقام مش كل حاجه. بقاله كام ماتش مش حلو، تمام. هيجي في التشامبيونز ليج، او هيجي في الدوري، او هيجي في الكاس، هتعمل ايه؟ ما هو انت لو ضيع بطوله انت هتنسى كل حاجه معاه، هتنسى بجد. فاحنا حرفيا حاليا ده الوضع الحالي، مفيش بقى اي هروب منه، اذا كان هو ولا ابن القرش التاني فيران توريس. ما هو انت خلاص انت مجبر دلوقتي، معاك قماشه، فليك ما بيشتكيش، بس انت حرفيا محتاج مهاجم. وزي ما قلت قبل كده اللي احنا محتاجين مهاجم خلاص في الصيف الجاي. اتصرف يا لابورتا، حرام ان مع هانز فليك اللي بيعمله ده، محتاجين مهاجم يخلص. حتى لو انت بتشوف ليفاندوفسكي يعني ممكن بيتحرك بره الصندوق كويس وبيفتح مساحات للامين امان او رافينيا، ولكن برضو انت في بقول لك في مطوشه معينه لازم يخلص. يا فرحتي لما يجي له 5 كور ويجي منها جولين، مش هينفع. دي مش كبر سن، لان معلش يا جدعان ليفاندوفسكي الكوره بتجيله عند الجول. يا جدعان ده الجول بتاع اتلتيكو مدريد، معلش يعني الرابع في الكاس، لامين يامال عمل كل حاجه وده الكوره قدام الجول، هو فعلا كان عايز يضيعها كان هيضيعها. ده ذهنيا مش موجود، ولا لا لا ده مش كبر سن، ده من وجهه نظري انا. ليفاندوفسكي للاسف عشان يعني يبقى حاسب بالنسبه لك 10 فرص ب5 تجوال، ده يبقى 50% كويس قوي. بس انا حرفيا دلوقتي يعني من ماتش النهارده لحد اخر السيزون، انا ليفاندوفسكي هيفشخنا هيفشخنا يا جدعان، وده مش هلوم فيه هانز فليك، ولا هلوم فيه حتى ليفاندوفسكي، ولا انا هلوم الاداره فيها دي. بس لان انت بقالك 3 سنين انت جبت ليفاندوفسكي كان جامد يعني في البايرن، خلاص جاب جاز فعلا في البايرن وجاب كل حاجه، وجاي برشلونه بامال عاليه. هو فعلا اول سيزون كان كويس جدا، ده تاني سيزون كان ماشي، انما تالت سيزون ارقامه عاليه بس ده بسبب هانز فليك. فليفاندوفسكي حاليا لا يعتمد عليه يا جدعان، ومعلش حتى لو كل ماتش هنعمل عليه ميمز ده اخره. انا من دلوقتي حرفيا انا ليفاندوفسكي لو حتى طلعنا من اي بطوله انا هلوم الاداره، انا مش هلوم خلاص ولا هانز فليك ولا هلوم ليفاندوفسكي. خلاص انا رجعت مع حساباتي كده، انا ما بينه وما بينه صنع الحداد. فبصوا خلاص انا من يعني ناحيتي انا، وبقول لكل يعني اللي بيشجعوا برشلونه ما تلومش اي حد الا الاداره، بس ما تلومش حد الا الاداره، وده كلمتي في ليفاندوفسكي. جاب 20 جاب 18 جاب مليون جول حتى في السيزون ده، وخد ذا بيست وخد الجولدن بوت وخد
ده رايي في ليفاندوفسكي من زمان في المطوشه الكبيره والحاسمه ممكن ما يعملكش، وربنا يعني يا رب يكسفني، يعني يا رب ليفاندوفسكي يكسفني في المطوشه الجايه، يجي له 3 جوان ب3 اجوان، يا ريت ده يكسفنا ويكسفنا كلنا، عشان مش كل ماتش يعمل ميمز عليه، ومش كل ماتش يعني ينتريق عليه وكل الكلام ده كله. بس كده اهم حاجه ان برشلونه في الصداره، ورانا مدعكه كبيره جدا في الابطال وفي الدوري وفي الكاس. فيعني اهم حاجه يعني يا رب ما يحصلش اصابات، يا رب اللعيبه بس يعني ما تكونش متخاذله، يا رب رافينيا يجيب الفورمه بتاعته، لان رافينيا مش عاجبني، لان رافينيا بقاله كام ماتش مش عاجبني، مش ده رافينيا بتاع الخمس ماتشات اللي فاتوا. فيا ريت يعني رافينيا في الماتش جاي في الدوري ابطال اثق فيك وتجيب بقى مستواك شويه، يعني يا رافينيا انا الوحيد اللي هرشك في الحوار ده، خلي بالك ما حدش بيتكلم عليك، لان انت السيزون ده انت احلى سيزون عملته في حياتك اكيد، ولكن انت بقالك كام ماتش مش رافينيا خالص، وده ممكن يكون طبعا يعني مفيش لاعب كل ماتش هيعمل لك يعني كل حاجه في الماتش يعني كاجوال او اسيستات، ولكن هو في وجوده خطر. عمل في الماتش اللي فات اسيستين، وعمل اسيست تالت بتاع ليفاندوفسكي بعد الجون الرابع، بس ده في ماتش اتلتيكو مدريد يعني، ولكن احنا محتاجين نجيب فورمه في المطوشه الحاسمه. شكرا جدا، معكم حسين مراكب فورمه من كامب طيبين. لو وصلت لاخر الفيديو تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وزر الجرس، بس كده، سلام عليكم.